والله العظيم إن الإساءة للشعب المغربي من طرفكم هو إساءة لنا جميعا، إساءة لكل عربي وإساءة لكل مسلم، إساءة لي شخصيا. ما أحقركم وما أنذلكم، مجرد لعبة فضحككم يا أنذال. اختصرتم علينا طريقا طويلا من محاولة التحذير من عنصريتكم العفنة. ثم تعالوا أجيبوني، هل أنتم قرود أم بشر؟ أما نحن فبحمد الله تعالى نؤمن بأننا بشر خلقنا الله تعالى النبيلة، والتي ذكرت بعضها في مقطع سابق. هذا حبنا وهذا موقفنا من الشعب المغربي. لكن انظروا إلى الغرب كيف تعاملوا مع المنتخب المغربي. مذيع حقير من بلاد الأبقار الدنماركية يظهر في برنامجه الفاشل ليشبه احتفالات لاعبي منتخب المغرب واحتضانهم لأمهاتهم بعد المباريات بفعل القرود. هذا العهر وهذه القذارة يعتبرونها حرية رأي وحرية تعبير. يا أيتها الأبقار الدنماركية، أنتم عندما تريدون إنكار الخالق سبحانه وتعالى تحاولون إقناعنا بأن أصول البشر وأجدادهم هم القرود. لكن الآن لما أردتم شتم الشعب المغربي وازدراء الأسرة المغربية والسخرية من الأمهات المغربيات الشريفات شبهتموهم بالقرود. يا للعار، يا للعار ويا ازدواجية في المعايير والقيم. والله العظيم إن الإساءة للشعب المغربي من طرفكم هو إساءة لنا جميعا، إساءة لكل عربي وإساءة لكل مسلم، إساءة لي شخصيا. ما أحقركم وما أنذلكم، مجرد لعبة فضحككم يا أنذال. اختصرتم علينا طريقا طويلا من محاولة التحذير من عنصريتكم العفنة. ثم تعالوا أجيبوني، هل أنتم قرود أم بشر؟ أما نحن فبحمد الله تعالى نؤمن بأننا بشر خلقنا الله تعالى على أجمل صورة وأحسن تقويم. وأما أنتم فوالله